أبو زيزو تخرج من الماستر فقررت أسوي له حفلة بسيطة. يا هلا والله، أنا أم زيزو ما شاء الله تبارك الله، أكثر سنة فيها حفلات تخرج في العائلة. أنا تأكدت من الكيكة وعلى طول رحت أسوي كذا تنسيق بسيط في البيت. بنات ليتني استخرت، كنت أبغى أجيب طاولة المدخل وأحطها هنا بالجدار. تخيلوا وأنا أسحبها طاحت علي وانكسرت، انهارت لمدة 5 دقائق. بعدين قلت خلاص قومي كملي اللي أنت كنتي تبين تسوينه. وبعدها جلست أنسق الطاولة، وبصراحة حركة الورد هذه لا تضحكون عليها، أنا أحسها رومانسية مرة. بعدها دقيت على روان قلت تعالي انقذيني، شيلي العيال اجلسي عندهم. دخلت على طول على المطبخ عشان اسوي كل الاكلات اللي يحبها. يا ربي لك الحمد بنات، ابو زيزو مره يحب الوجبات السريعه، عادي تلاقونه يحب البرجر مره اكثر من الرز. بنات شفت الباكج الجديد حق سادية؟ ترى نفس الطعم بس بشكل جديد. انا ما استغني عنه، بصدور الدجاج بالنيجت بالستريبس. بصراحه انا مره احب سادية بدون الوان ونكهات صناعيه، والاهم انه صنع في السعوديه. احلى انه كل شيء بسويه بالقلايه الهوائيه. بعد ما حطيت قطع البروستد بالقلايه، تعالوا بسوي لكم احلى صوص. اول شيء شويه زبده، بعدين ملعقتين كاتشب، بعدين ملعقتين من اي صوص حار، بعدين صلصه فرنسيه وفلفل اسود وشوي بهارات حاره. احلى صوص بنغمس فيه بعدين نقطع البروستد. تعالوا نسوي الطبق الثاني، قطع مكعبات صدور دجاج مقطعه يا بنات ومنظفه. تبلتها بملح وفلفل اسود وعسل وشويه زيت زيتون، بخليها شوي بالتتبيله وبرجع للطبق الاول. ما شاء الله تبارك الله يا بنات، القطعه كذا كريسبي من برا ومن جوا مره طريه. راح نغمس قطع البروستد فيليه اللي سويناه بالصوص، وبعدها بنحطه بخبز البرجر، خس وبعدها قطعه الدجاج وبعدين سلطه الملفوف. يا بنات طلعت زي حق المطاعم، لا احلى مره يمي، لازم تجربون هذه الطريقه. والحين بنحط قطع الدجاج اللي تبلناها بالقلايه الهوائيه. بنات بالنسبه لي هذه اسهل طريقه بدون حوسه مواعين ولا اي شيء. وهنا سويت الفوتوتشيني اللي يحبها وحطيت قطع الدجاج عليها. شوفوا بنات مقمره وطريه مره من جوا، ما شاء الله تبارك الله. وكذا خلصت اكثر اكلتين زوجي يحبهم. وبعدها سويت قطع البروست بالبرميزان والثوم مره يمي، وسويت ستريبس طبعا لعيون جوجو وزيزو. يا بنات كيف ترفى والذوب، يا ربي لك الحمد. هذه سفرتنا صارت جاهزه. لا يشوفوا فكره زيزو قال خلينا نرش بابا بالورد. يا حبيبي مره انصدم وتفاجأ ومره كان مبسوط. يا ربي لك الحمد. عقبال ما نحتفل وتحتفلون بكل انجازاتكم، انجازات عيالكم ان شاء الله. هذا كان فلوق اليوم، حبكم من كل قلبي. باي.